العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية الإثرية، أحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. دعم المحتاجين في مدن البلاد. جهود للحد من اقتلاع الأشجار في فورو. ركود عميق مرشح للتفاقم جراء وباء فيروس كورونا. كوريا الشمالية تطلق عدة مقذوفات قصيرة المدى. و117 مليون طفل قد لا يحصلون على تطعيم الحصبة في وقته. أهلا بكم إلى التفاصيل. أثبتت الفحوصات التي أجريت اليوم 14 من أبريل في المختبر الوطني عن إصابة مواطن يبلغ من العمر 25 عاما بفيروس كورونا كان قد دخل البلاد قبل توقف الرحلات الجوية وظل في الحجر الصحي. وبهذه الإصابة بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد 35 حالة إصابة، وتقدم لجميع المرضى العناية الطبية اللازمة في المستشفى. وزارة الصحة 14 من أبريل 2020. يقوم الإثريون في الداخل والمهجر بتبرعات مالية وعينية دعما لتضافر الجهود الحكومية والشعبية الإثرية الجارية للحد من وباء فيروس كورونا المستجد. وفقا للمعلومات الواردة من وزارة الصحة، تبرعت جمعية المعلمين الإثرية ب105,000 نقفة، والجمعية التعاونية لجمعية وزارة الأراضي والمياه والبيئة ب100,000 نقفة، ومؤسسة مصوع للألياف الزجاجية ب60,000 نقفة، ومؤسسة ماي لحام للمياه المعدنية ب50,000 نقفة، وجمعية بدهو ب10,000 نقفة. كما تبرعت جمعية متابعة مؤسسات ميكا 74 التجارية ب500,000 نقفة، ومؤسسة الفرقة 13 التجارية ب125,000 نقفة، وجمعية ستايو للمواصلات ب50,000 نقفة، وشركة جمل للمواصلات العامة ب10,000 نقفة، ووحدة 525 العسكرية ب50,000 نقفة، وجمعية الطلاب الإثريين القدامى التعاونية في الاتحاد السوفيتي ب10,000 نقفة، وترانس كونتيننتال ب10,000 نقفة، وطاحونة جرادو كريسيرا ب5,000 نقفة. في غضون ذلك تبرعت ورشة ناصرنت للإيرادات والتصدير ب10,000 نقفة، وورشة برختي لغسل السيارات ب10,000 نقفة، وطاحونة كامبوبولو ب5,000 نقفة، وطاحونة زرزرات ب5,000 نقفة، وعمال شركة حارات للمواصلات ب1,200,000 نقفة. كما تبرع المواطنين ب135,000 نقفة و2,100 دولار، فيما سمح المواطن قرماي قايب المقيم في السويد للمؤجرين في منزله الكائن في حي ماي تمناي بعدم تسلم أي مستحقات الإيجار حتى تنتهي أزمة فيروس كورونا، حسب ما ذكرت إدارة ماي تمناي. إدراكا للضغوطات الاقتصادية في حياة المواطنين المعيشية في إطار تعليمات الحجر المنزلي، قدمت مساعدات عينية للمحتاجين في مدن أسمرة، مندفرة وعالدغيح. واشتملت السلع التي تبرع بها 5 مواطنين في مدينة مندفرة على الذرة والخضروات وأدوات النظافة. كما قدمت 35,000 نقفة لصالح شراء مواد استهلاكية ل50 أسرة محتاجة في إدارة عداق حمص بالعاصمة أسمرة. فيما ساهم التجار في إدارة سنبل بتقديم الخضروات بقيمة 25,000 نقفة ل160 أسرة محتاجة. كما ساهم المواطنين المنضوون في جمعية مدهان أليم في إدارة أباشاول بتقديم أدوات النظافة. من جهته قرر مواطن يقيم في ضاحية جرح بإدارة أباشاول إقامة 23 من المواطنين المؤجرين في منزله مجانا لفترة شهرين. في غضون ذلك تبرعت 19 من ملاك المتاجر ب132,000 نقفة،
ونيافة الأنبا قيرلس في مديرية عبدقيح ب5555 نقفة. دعت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة لتطبيق صارم للتعليمات الصادرة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا وتأثيراته. وأشادت الحاكمة لدى لقائها يومي 12 و13 من أبريل لجان العمل في مديريات فرو والشعب وقحتلاي بالاهتمام الشعبي لتنفيذ التوجيهات الصادرة، ويجب استمراريته وتصحيح العاجل للخروقات التي تظهر. وناشدت تجاوز الشعب لهذه الفترة الصعبة بالتعاون والتعاضد ارتكازا على قيمه وتراثه، ووضع حد للإجراءات القانونية لارتفاع الأسعار التي تزيد من معاناة الشعب. وقالت أن الحكومة تعمل لتقديم المواد الاستهلاكية الأساسية حسب قدراتها عبر متاجر حدري لتخفيف النقص في المواد مع إغلاق الحركة واتخاذ مبادرات لحل نقص المياه. تشهد مدينة صنعاء بعض الخروقات لتنفيذ التعليمات الصادرة للسيطرة على وباء كورونا. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن معظم التعليمات يتم تنفيذها، غير أن الأسواق تشهد الاختلاط وكثافة الحركة التي يتوجب وضع حد لها. من ناحية ثانية تم معاقبة 34 متجرا في مدينة صنعاء ماليا حسب الجرم المرتكب من 2000 إلى 15,000 نقفة لزيادة في الأسعار عقب انتهاك التعليمات الصادرة لمكافحة وباء كورونا. وأوضح مسؤول النظام والقانون في مدينة صنعاء السيد هابتون بين بأن أنشطة الرقابة متواصلة. تقوم إدارة مديرية أفعبت بالتعاون مع إدارات الضواحي والقائمين على حفظ الأمن بجهود للحد من الأنشطة والتجمعات التي تفاقم من تفشي وباء مرض كورونا، لكنه يوجد إهمال في التنفيذ. ويظهر الإهمال في التفاعل مع التوجيهات الصادرة للتباعد الاجتماعي في المخابز وسوق الخضر والفاكهة والدكاكين لعدم الوعي جيدا بالمرض. ويجب على جميع سكان المدينة تنفيذ توجيهات إدراكا لصدورها توخيا من المخاطر القائمة وضمان سلامة الشعب والوطن. وتشهد المدينة أيضا ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية التي يتوجب من الجهات المختصة اتخاذ المتابعة الجادة بشأنها. أعلن مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية فرو السيد أبو صالح عن بذل الجهود للحد من اقتلاع الأشجار، وذكر عن توظيف مواطن من كل ضاحية لمراقبة أنشطة اقتلاع الأشجار لوقف أعمال اقتلاع الأشجار المستفحلة. وقال أن الأنشطة الشعبية لإصلاح مساقط المياه وحماية التربة وحفظ المياه تسهم لتنمية الحياة البرية، داعيا لتعزيز التعاون للحد من الأعمال غير القانونية لقطع الأشجار الفحم الوقود. ودعا للدفع بأنشطة التشجير لتنمية الأشجار خاصة الصنوبر والزيتون البري التي تواجه خطر الانقراض في جبل ديعود. سيداتي سادتي، إلى فاصل مسمى وفيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. يدفع وباء كوفيد-19 الاقتصاد العالمي إلى أعمق ركود يشهده منذ قرن، مع انخفاض الناتج العالمي ب3% هذا العام وفق ما أفاد به صندوق النقد الدولي. وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد، سيكون بإمكان الاقتصاد العالمي تحقيق انتعاش بنسبة 5.8% في 2021 إذا تم احتواء الفيروس وعادة الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها. وتوقع تقرير انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.9%، لكنه توقع في الوقت ذاته تعافيه العام المقبل مع نمو نسبته 4.7%. لكن التوقعات مبنية على فرضية زوال الفيروس في النصف الثاني من العام. وأصيب نحو مليوني شخص في العالم بوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد، فيما لقي أكثر من 125 ألف منهم حتفهم
بينما توقفت حركة السفر بشكل كامل أو أجبرت الأعمال التجارية والمتاجر والمطاعم على إغلاق أبوابها. هذا وأصدرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا بيانا أعلنت فيها أن المجلس التنفيذي للصندوق وافقت على تخفيف فوري لأعباء خدمة ديون 25 بلدا عضوا في الصندوق لفترة أولية مدتها 6 أشهر. أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ اشتبه أنها صواريخ كروز باتجاه بحر اليابان أو بحر الشرق، كما أكد الجيش الكوري الجنوبي. وقال مسؤولون في هيئة الأركان المشتركة بجيش كوريا الجنوبية للصحفيين أن كوريا الشمالية أطلقت الصواريخ المضادة للسفن وسقطت في البحر على بعد أكثر من 150 كيلومتر قبالة بلدة مونشون على الساحل الشرقي، وأن طائرات سوخوي أجرت تجارب إطلاق صواريخ أيضا. وفي السنوات الماضية قامت كوريا الشمالية التي تمتلك السلاح الذري بعدة تجارب للصواريخ باليستية والتي تطلق عاليا جدا وتسقط بسرعة فائقة على أهدافها. قد يشهد مرض الحصبة فورة مستجدة مع تأخر مواعيد تطعيم الأطفال حول العالم بسبب تفشي وباء فيروس كورونا. وقال صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أن 117 مليون طفل في 37 دولة قد لا يحصلون على تطعيم الحصبة في وقته. وقد شهدت عدة دول أوروبية من بينها المملكة المتحدة إصابات بالحصبة بأعداد كبيرة، حيث انخفض إعطاء التطعيم الثلاثي المخصص للحصبة والنقاف والحصبة الألمانية للأطفال. ولأن الحصبة من الأمراض شديدة العدوى فإنه يمكن أن يكون لأي انخفاض قليل في التطعيم تأثير كبير في انتشار المرض. كشفت مجموعة من العلماء عن خطر محدق يهدد أشجار الزيتون في أوروبا، وذلك من خلال مرض يصيبها قد يؤدي إلى خسارة القابة نحو 20 مليار يورو على المدى الطويل. وركزت الدراسة الجديدة على مرض بكتيري ينتقل من خلال بعض الحشرات، وظهر المرض في عام 2013 لكنه انتشر بشكل كبير مؤخرا، مما أثر بشكل كبير على أشجار الزيتون في إيطاليا وإسبانيا واليونان. ووجدت الدراسة التي نشرت في دورية علمية أن الآثار المدمرة للمرض يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون بشكل كبير في أوروبا وتؤثر على العاملين في مجال الزراعة. وتعد هذه البكتيريا من بين الأكثر فتكا بالنباتات في مختلف أنحاء العالم، ولا يوجد علاج لها حاليا، كما أنها تصيب محاصيل أخرى إلى جانب أشجار الزيتون. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، أبقوا في منازلكم ودمتم سالمين.